السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل فطار أول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان مبارك عليكم وعلى العالم كله، ويكونوا 30 يوم كلهم خير وبركة وسعادة وبيوت مليانة بالدفى يا رب. هقولك ازاي تعملي محشي الكرنب بكل التكات والأسرار اللي هتخلي الرز من جوه مفلفل في منتهى الجمال، ولا خلطة المحشي اللي ريحتها حرفيا هتجيب لآخر الشارع. وهنحضر جنبه حتة بطاية بجد خطيرة بطريقة حلوة قوي وهتشرفك على سفرتك. بس قبل ما ابدأ ما تنسيش بالله عليكي تحطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، فضلا وليس أمرا. وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي على طول في وصفتنا. معايا هنا بطة متنضفة ومغسولة كويس جدا، بنقعها في مية فيها خل ودقيق وملح وبسيبها في الخلطة دي لمدة نص ساعة. بغسلها كويس وبعدين بنقعها في مية فيها ليمون لمدة نص ساعة كمان، وبشطفها كويس بالمية بتبقى نضيفة وزي الفل. وانا بحب اعمل لها مرتة، عبارة عن بصلة كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، بدعكها بشوية ملح وفلفل اسمر وبحشي بيها بطن البطة، وبقفل على الحشوة كويس. وفي حلة فيها مية بتغلي بنزل بالبطة وبسيبها تاخد غلوة واحدة، وبشيل أي ريم بيظهر وبضيف المطيبات، عبارة عن بصلاية، حبة طماطم، جزرة، ورق لورا وحبهان وفلفل أسمر، وبسيبها تستوي براحتها على نار متوسطة. ومش هضيف الملح غير في الآخر لما تدخل في التسوية. شربتها جميلة ما شاء الله. وبعد ما البطة استوت حطيتها في صينية، ومعايا هنا معلقة كبيرة صلصة طماطم، بضيف عليها شوية زيت ورشة ملح وفلفل أسمر، وبدهن البطة كويس جدا وبدخلها الفرن تحت الشواية لحد لما تتحمر. وتعالوا نعمل أحلى خلطة للمحشي اللي ريحتها هتجيب لآخر الشارع. في حلة على النار هضيف فيها معلقتين كبار سمنة وشوية زيت. هشوح 3 بصلات كبار مفرومين خشن، وكتري البصل علشان بيدي طعم حلو قوي لخلطة المحشي. انا عايزة البصل ياخد لون ذهبي خفيف علشان يدي حمار شوية للخلطة. هضيف عليها معلقة كبيرة صلصة طماطم ومعلقة كبيرة هريسة فلفل حلو. هديهم تشويحة الأول، أشيل أي مواد حافظة موجودة فيهم قبل ما أضيف عصير الطماطم. هضيف بعد كده نص كيلو طماطم معصورة، والبهارات عبارة عن معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة مليانة من الكمون، الكزبرة الناشفة، السبع بهارات، البابريكا، الفلفل الأسمر، ونص معلقة صغيرة من السكر. هقلبهم مع بعض وهغطي عليها وهسيبها لحد لما تتسبك. وانا بحب افرم بصلة وبدعكها بشوية ملح وفلفل اسمر، الخطوة دي بتفرق قوي في طعم المحشي. هضيف عليها الخضرة، شبت وكزبرة خضراء وبقدونس مفرومين ناعم، و3 كوبايات من الرز المغسول والمتصفي ورز المحشي مش بننقعه. هديهم تقليبة مع بعض، وهضيف عليهم الصلصة المتسبكة، بس أنا أخدت منها معلقتين كبار علشان هستخدمها بعدين. هقلبهم مع بعض وبكده عملنا أحلى خلطة للمحشي. ومعايا هنا ورق كرنب، ده من الكرنب اللي كنا مفرزينه مع بعض، يا دوبك خرجته من الفريزر يفك لحد لما حضرت الحشوة. شايفين جميل ما شاء الله. وقلت لكم قبل كده انا مش بسلقه سلقة كاملة، انا يا دوبك بطري الورق علشان اعرف اقطعه طالما هفرزه،
ومش بضيف ملح لمية سلق الكرنب علشان ما يتهراش معايا. وهحشي ورق الكرنب، ولما نيجي نحشي نخلي الحشوة في نص الورقة، ما تجيبهوش على الأطراف علشان الرز لما بيستوي بيطلع شوية، فلو حطيت الحشو على الأطراف وهيطلع منك في الحلة ومش هيبقى شكله حلو خالص. هكمل أنا كل كمية المحشي دي مع نفسي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهحشي كمان حبيتين فلفل علشان بيدوا طعم وريحة حلوة قوي للمحشي. وده شكل المحشي بعد ما حشيته. واخدت شوية شوربة من شوربة البطة، هضيف عليهم معلقتين الصلصة اللي كنت خدتهم من التسبيكة، وهنزل بالشوربة وهي بتغلي على المحشي لحد 3/4 الحلة، مش اكتر من كده. وههز الحلة علشان الشوربة تنزل لتحت، وبحط طبق على الوش علشان المحشي ما يفكش اثناء الغليان، وهسيبه على نار عالية لحد لما يشرب الشوربة، وبعدين ههدي النار وهسيبه يستوي براحته على نار هادية. وحمرت كمان بطاطس وسمبوسة من اللي كنا برضو عاملينها مع بعض. وتعالوا نقدم بقى الأكل بتاعنا. وشوفولي بقى الجمال والطعامة، ويا ريتكم كنتوا معايا وشميتوا الريحة، روعة روعة ما شاء الله تبارك الرحمن. والبطاية الحلوة المتحمرة في الفرن لحمها مستوي ودايب ما شاء الله. ولا المحشي وجماله وطعمته في منتهى الجمال. وقدمت معاه الشوربة والسمبوسة والبطاطس المقلية. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. وبكده بيكون الفيديو انتهى. بتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش اللايك يا أحلى إخوات في الدنيا. أشوفكم على خير في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.